مرحبا أصدقائي، يا رب تكونون بخير. اليوم راح أشتغل تغليفة الطباخ اللي مكسورة الجامة مالته. طبعا هذه خاصة للصديقات اللي مكسورة الجامة مالتهم نفس مالتي. نروح نبتدي بسم الله. طبعا هسه راح أبتدي أشتغل، راح أغلفه. الطباخ مالتنا راح أغلفه بالسيليفون، واللي محتاجته حتى أقدر أمحي شوية من منظره مو أكثر. فأني اليد ما فتحتها لأن هي أساسا واقعة. وهسه اللي محتاجته هذا السيليفون، كلكم دا تشوفوه هياته. حتى نقدر نشتغل السيليفون هذا. ما راح احكي، راح انتم تشوفون شلون راح اشتغل، بما انه هوايه من الصديقات الطباخ مالتهم نفس طباخي. هسه هيك صاير، بس انا لبين ما يجي طبعا طالي موعد الرجال حتى يجي ياخذ لي اياه الى انا اشوف له جامه. لانه بصراحه يقول الجامه مالته نحسه، فلبين ما يلاقي لي الرجال، لبين ما يلقى لي الجامه مالته حتى اقدر وما اخلي هيجي منظره كلش مقرف ومو حلو. وبصراحه شكله ما يعجب ابد ابد ابد، اي احد يشوفه ما يعجبه. فانا ما راح احكي، عندي هنا متر من السيليفون. لاحظوا اللي راح اسويه، راح افتح الباب وافتح هذه الجامه الداخليه. هوايه من الصديقات قالوا اخاف من هذه طقت بنات. اني هذه ما اشتغلت بيها اي شيء. لاحظوا هذه بعدها البراغي مالتها المسكينه اليده. اني مخليه التنفيس مالتها لاحظوا كله مثله، بس مجرد مغلفه لانه الارضيه مالتها ما حلوه. ومره لما ردتوا انتو تصوير انه تراوينا النار، وحده من البنات ما ادري كم وحده يعني قاموا ينطون كلام ما حلو. فانا بصراحه انقهرت، ما حبيت احد يعيب على الطباخ مالتي، بما انه هو هاي شوفوا هو قدامكم اي دسم ما بي. شوفوا يعني هو هيك هو يظل على طول وقت نظيف. شوفوا ما بي اي دسم ما بي، بس الارضيه لانه انا اظل انظفه بالمذيب الدهون فاكلت الحديد مالته، فصار منظره ما حلو. هسه ما علينا. اللي راح نسويه راح نشتغل. راح افتح هذه الجامه الحراريه، راح افتحها بدرنفيس، راح اشيل هذه منها. فما راح احكي، راح تبقون بس تباعون وياي ايش راح اسوي، وان شاء الله تستفادون منها. هذه الفكره وان شاء الله تنجح. هي فكره طبعا جتي ببالي خلي اشتغلها، ان شاء الله تنجح عندكم وتطلع حلوه. واحنا اهم شي منظره حتى نقدر نحافظ عليه. وانا دائما امسح هذه الجامه فمتعوده، فانا شايله هسه واحدنا دائما امسحها، يعني اشيلها حتى اقدر امسحها انظفها، لانه ما اقدر اشوف الكيك اذا كانت مو نظيفه. فهذا راح انظفه حتى يكون جو السيليفون يبقى نظيف. هسه نكمل انا وياكم. طبعا انا دائما بالتنظيف احب استخدم الاقمشه الكشمير والكدري، الاقمشه القطنيه خاصه للطباخ، لانه بصراحه الطباخ ما يتلمع. يعني انا ما اشتغل بهذه الاشياء اللي شو نسميها مذيب الدهون وغيرها بصراحه، الا احط تلثومه واحط ما ادري ايش، لان الريح مالتها مؤذيه كلش. وانا عندي التهاب الجيوب المزمن فاتمرض من انظف بيه. انا ظل تقريبا شهر كامل اني اعاني اعالج. هسه عندنا هنا هذا السيليكون. انا اللي راح اسويه راح افصله تفصال اله، راح ادخل منا ومنا من اللي جوا هنا.
وهاي بنات قدامكم كملته، شوفوا شلون صار وشوفوا الشكل مالته شلون اني بعد ما كملته. لاحظوا هذا الشكل مالته. يعني رجعت هذه بصراحة لقيت إلها مكان مال برغي واحد، شوفوا هنا، وهذا اللي هنا شديته بسيم، طبعا ما عندي بس هذا اللي مزنجر، بس ما يخالف. فياتنا قدرنا نرجع اليد الى ان نشتغل بيه لما يجيبوا لي الجامة مالته. والحين هذاك الوقت هياتنا رجعنا طباخنا، يعني المنظر مالته تغير. اتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوني ولو ما اريد لا لايك ولا كل شيء، بس شوفوا اللي محتاجه انه تشوف شلون اني سويت هذا السيليفون. ان شاء الله تجربونه، واذا حابين نشتغل التغليفة الداخلية اذكروا لي بالتعليقات، لانه بصراحة صايرة بيها وساخة، راح ارفعها واغيرها. وان شاء الله اذا تريدون اصور لكم اياه فيديو همين اصور لكم اياه، واذا ما حابين على راحتكم. وشوفوا هذا منظره النهائي. شكرا لكم، مع الف الف سلامة.